السلام عليكم. هذه الفيديو هذه غنديرها حيت كنتو بزاف اللي طلبتوا مني انني نديرها فبمناسبه دخول شهر رجب. الله يدخل علينا بالصحه والسلامه والله يوصلنا رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه ونزول عند الرغبه ديالكم. كندير لكم هذه الفيديو هذه ديال المراه المرضع والصيام في رمضان. قبل ما نبدا هذه الفيديو هذه باش نكونوا متفقين على واحد الحاجه، انا ماشي فقيهه، انا ماشي عالمه دين، فانا ما يمكنش نهضر لكم على الجانب الشرعي، ما يمكنش نقول لك واش تقدري تصومي ولا ما تقدريش تصومي. هذا الشيء ماشي اختصاصي وكان انسانه كتحترم الاختصاصات، فما يمكنش نهضر على هذا الموضوع هذا. نسدوا هذا القوس هذا ونبداو الفيديو ديالنا. في الفيديو هذه غنجاوب لكم على جوج ديال الاسئله. السؤال الاول، واش ملي كنصوم الحليب ديالي كيولي خفيف؟ بالفعل بزاف ديال الامهات كيلاحظوا انهم فاش كيكونوا صايمين ولدهم اولا بنتهم كيولي كيطلب انه يرضع بزاف. انا نشرح لكم اشنو تيطرا فاش كتصوموا. فاش كتصوموا الماده الدهنيه اللي كتكون في الحليب ديالكم اللي كتكون ماده دهنيه مركبه كتقسم وكتولي ماده دهنيه ماشي مركبه، مقسمه، يعني دي زونيتي صغارين. فهذا ما تيخليش ان الحليب ديالكم خفيف اولا ما كيكونش ماشي نغيصه بكثر، ما تيخلي ان الحليب ديالكم كيولي ساهل في الهضم. فملي كيولي ساهل في الهضم الوقت اللي مثلا اللي نفترض غادي ياخذ الوليد او البنيته ساعه باش يهضم هذاك الحليب، تيولي تياخذ ليه ثلث ساعه اولا 25 دقيقه باش يهضم هذاك الحليب. فملي يطلب انه يرضع بزاف هذا ما تيعنيش ان حليبك ولا خفيف، كيعني ان حليبك ولا بوكو بلو ديجست، كيولي قابل للهضم بزاف. وهذا معقول لان من الغايات ديال الصيام هو ان لو ميتابوليزم ديالنا، ان الذات ديالنا تخفاف. فمن الميكانيزمات اللي كيخليو ان الذات تخف هي انها كتولي عندها واحد القابليه لانها تقسم الدهون بشكل سريع. هذا السؤال الاول. فلا، الصيام ما تيخليش ان حليبك خفيف، غير الصيام تيخلي ان حليبك تتهضم دغيا. وكنتمنى ان نكون كنت واضحه في الجواب على هذا السؤال. السؤال الثاني هو واش فاش كنصوم الكميه ديال الحليب كتنقص؟ دابا حنا هضرنا على التركيبه ديال الحليب، واش الكميه ديال الحليب كتنقص؟ الجواب على هذا السؤال شويه معقد، لان خصنا نفرقوا ما بين شقين، ما بين الشق ديال الصيام او طونكوتال يعني الصيام في حد ذاته، وما بين الشق الثاني اللي هو لو مود دو في ديالنا في رمضان. الصيام سهل، جواب بسيط، لا ما كيأثرش على الكميه ديال الحليب اللي كتنتجيها، هنا متفقين. باغ كونطخ الحياه اللي كنعيشوها في رمضان ديال كنبقاو فايقين حتى ل4 الصباح وكنصبحوا ناعسين حتى ل 12 النهار وكندوزو نهارنا في الكوزينه كنشموا في ريحه القليان وجو سي با كوا، وكان اون سون بيغ ديال الماكله بحال خايفين ان الماكله تهرب. هنا هذا كينقص من الكميه ديال الحليب ديالك. علاش؟ نشرح لك ببساطه. الحليب الانتاج ماشي الانتاج ديال الحليب اولا، المهم هادو حاجات يمكننا نهضروا عليهم بالتفاصيل فيديوهات اخرين، ولكن من الحاجات اللي كيخليو ان الكميه ديال الحليب كتاثر هي الكميه ديال لوسيتوسين اللي هو واحد الهرمون اللي عندك في الدم. هذا الهرمون هذا واللي كيتسمى ايضا بهرمون السعاده كيتاثر بزاف بالعيا، بالستريس وبحوايج اخرين. فاحنا تبارك الله علينا في رمضان ماشي كنعياو اس واحد العشرة، هذاك العيا يمكن ليه ياثر على الكميه اللي كتنتج هذا الحليب. فالصيام لا، العياء دونك هنا اللي يمكن ليا نصحك الا كنتي غادي تصومي في رمضان هو انك اولا تقادي نعاسك، تاكلي مزيان مي خفيف، ما تكثريش ما تقليش بزاف، وتشربي ماشي تشربي بزاف، ما تشربي اطاسواف، يعني تشربي حتى ما يبقاش فيك العطش في فترات متقطعه من الوقيته اللي كتكوني فتره فيها. وايضا اللي مهم جدا هو انك تاخذي واحد الاقساط من الراحه في اليوم، يعني مثلا غادي ترجعي من الخدمه تعطي لراسك واحد القسمين ولا واحد 4 ساعات ترتاحي فيهم قبل ما تنوضي تخشي في الكوزينه. حتى نشوفوا بزاف وحده من الباب
كتخشى في الكوزينه ما كتخرج حتى كيقول لا كبر. هذا شويه غادي يكون صعيب على الانتاج ديال الحليب ديالك. كنتمنى انني هاد الاسئله بجوج نكون جاوبت عليهم. الا عندكم شي اسئله اخرى اللي عندهم علاقه بالموضوع سولوني او كومونتير لهاد لا فيديو هادي. نبغي نقول لكم انه كاع هادشي اللي قلت لكم مثبت علميا، انهم دراسات وابحاث، ما كنجيب حتى شي حاجه من عندي، ما كنقولش زعما ما تنقول لكمش هادشي غير باش ندوزوا الوقت. هادو كاملين دراسات كاينين في مجلات علميه محترمه. وكنتمنى ان نكون جاوبت على جميع الاسئله ديالكم. جميع الاسئله جاوبت على جوج الاسئله، ولكن لانهما الاسئله اللي كيرجعوا بزاف. ونتلاقاو في لا ريسورس توجور. بوغ لا ريسورس ديال اليوم كنقترح عليكم واحد لارتيكل اللي كنت كتبته العام الفايت في هذا الموضوع هذا نيت. كاينين فيه دي ديتاي شويه اكثر من هادشي اللي قلنا في لا فيديو، والمهم اللي كاينين فيه لو ليان دي زارتيكل اللي فيهم هاد الدراسات هادو اللي قلت لكم، اللي هضرت لكم عليهم، اللي فيهم هاد الدراسات. الارتيكل غنحطو لكم في لا بار دانفو، نحط لكم لو ليان لي زارتيكل حتى هما في لا بار دانفو. والله يدخل عليكم هاد الشهر هذا بصحه وسلامه. قبل ما نسالي هاد لا فيديو هادي بغيت نقول لكم اللي مازال ما تابونا لاشين يتابونا لاشين. وهذه كانت لا فيديو الاخرى في شهر مارس. ان شاء الله الفيديو الجايه غادي تكون في شهر ابريل. وبالنسبه للناس اللي متبعيني على لاباج فيسبوك راكم عارفين ان شهر ابريل ان شاء الله بحول الله غادي نخصصوه كامل الهضره على الهرمونات اللي عندهم علاقه بالولاده، باش نفهموا الولاده، نفهموا الفيزيولوجيا ديالها، ونفهموا شنو هما الحاجات اللي كيأثروا عليها، اللي كيأثروا فيها، باش نحطوا جميع الحظوظ في جنبنا باش ان الولاده ديالنا تكون شي حاجه زوينه. وهنا كنقول لكم نتلاقاو ان شاء الله السيمانه الجايه. تهلاو ليا في راسكم. باي باي.